صحيح الإنسان عنده 35 وجه، ما هو وجهين. الإنسان له 35 وجه. وجه عامل يطالع فيه ابنه، ووجه يطالع فيه زوجته، ووجه يطالع فيه أمه، ووجه يطالع فيه أخته، ووجه يطالع فيه جاره. المهم 35 وجه. لذلك لا تحاسب على الوجيه. يعني أنت يا الزوجة إذا شفت الزوج يحب أخته لا تقولين تحب أختك، لأن هذا وجه من الوجوه. لازم يعامل أخته بهذا الوجه، الله كاتب له. والله أنت تحب خواتك أكثر مني، ما يحبهم أكثر منك، هذا وجه من 35. قالت أنت تحب أمك، أنت ولد أمك، نعم يحب أمه، لأن هذا الأم لها وجه من 35، لازم تحترمين هذا الوجه. عندنا في خطأ خصوصا العلاقات، كثير العلاقات يعني فيها اصطدامات بين الزوجة وبين خوات الزوج. خواتك ما يحبوني وانت تحبهم أكثر مني، ما يحبهم أكثر منك، بس في 35 وجه. لازم تفهمين هذه الحقيقة. يحبكم كلكم، بس هذه أوجه يتعامل بها. إذن يا إخواني الإنسان مو له وجهين بس، له 35 وجه. ولو في وقت عددت لك 35 وجه. إذا شفتي زوجك يحب أمه لا تقولين لا تحب أمك أكثر مني، لأن هذا وجه لازم يعامل به أمه. وأنت يا الأم إذا شفت الزوج يحب زوجته لا تقولين أنت تحب زوجتك أكثر مني، لازم يحب زوجته. هذا شيء طبيعي لازم تحترمينه. أنت يوم كنت زوجة كان زوجك يحبك. فإذا هذه العلاقات يا إخواني يجب أن تدرس، يجب أن الإنسان يتفاعل معها. إذا هذا عالم وهو عالم الأرحام. قال له الله خلاص انتهت مدتك في هذا العالم،